بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خروج المهدي هو أكبر مفاجأة تنتظر الإنسانية. أولا أحبابي في الله، رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. ولكن قبل القصة وكعادتنا لا تنسوا لايك للفيديو لكي يقترحه نظام اليوتيوب، والاشتراك للقناة لكي يصل لكم كل ما هو جديد، وتعليق محفز أيضا، وشكرا. نبدأ على بركة الله. قال ابن عربي: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إلا أن ختم الأولياء شهيدا، وعين الإمام العالمين فقيد. هو السيد المهدي من آل أحمد، هو الصارم الهندي حين يبيد، هو الشمس يجلو كل غمة وظلمة، هو الوابل الوسيم حين يجود. وقد جاءكم زمانه وأضل أوانه، وظهر في قرن الرابع إلا حق بالقرون الثلاثة الماضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو قرن الصحابة، ثم الذي يليه، ثم الذي يلي الثاني. سبحان الله. في هذه الكلمات أسرار وإشارات عميقة وألغاز، إن شاء الله سوف نفكها بإذن الله تعالى. لماذا أحبابي في الله دائما نكرر أن المهدي وعند خروجه ليس مجرد مصلح أو خبير بالواقع الذي تعيشه الأمة؟ لا 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 مطلقا. فإدراك الواقع بدقة ليس هو العبقرية. العبقرية أحبابي في الله هي هدم الواقع المصطنع والمزيف بدقة، وبناؤه من جديد. وهنا تتجلى العظمة الإمام المهدي، فهو سوف يعيد ترتيب الأمور كما يجب أن تكون عليه. ولهذا توجد مفاهيم كثيرة متداولة بين الناس، وهي في الحقيقة مزيفة، والغرض منها إفساد العقول وخداعها حتى تحيد عن صراط المستقيم وعن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الإسلام بكل بساطة، ملة إبراهيم الحنيفة، وما كان من المشركين. ومن هذه المفاهيم المزيفة أحبابي في الله سوف نسلط الضوء على إحداها، وهي كلمة تغيير. فهذا المفهوم يتداوله الناس وكأنها كلمة قائمة بنفسها، وينظر لها على أنها شيء إيجابي. والتغير يعني كما يوسوسون للناس إنه دائما يكون للأفضل، بينما لو دققنا النظر جيدا في هذا المفهوم سنكتشف أحبابي في الله شيئا خطيرا جدا. أشياء تمرر بوسائل ناعمة للعقول المدجنة، وتربى الأجيال على مفاهيم خاطئة. فلو طرح العاقل على نفسه سؤالا واحدا فسينجلي له الأمر بسهولة. فليتساءل المرء مثلا: التغيير من ماذا؟
وإلى ماذا التغيير؟ ولماذا أصلا التغيير؟ وستفهمون معنى هذا الكلام لو تأملت في هذه الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا أمرناهم فلا يغيرون خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الآية 119. فسنن الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل في كل الأزمان والأماكن. وعندما يحدثنا القرآن عن قصص الأنبياء، عن قصة سيدنا موسى عليه السلام، فهو لا يروي لنا قصص للتسلية، حاشا لله، بل هي آيات محكمات يقرؤون المؤمنون سنن الله في أي زمان وأي مكان. والمكان وهي ليست فقط للعبرة، بل هي آيات ذكر فيها كل ما سيقع لهذه الأمة في آخر الزمان، والمؤمنون يستنبطون هذه السنن ويدركوا بفطرته أن القرآن هو لكل زمان ومكان، وليس فقط هو لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم أحبابي في الله لم ينزل ليقص علينا أحداث الماضي، ولكنه كتاب فيه ذكركم، أفلا تعقلون. اقرأ لا تعني اقرأ حروف القرآن فقط، بل اقرأ سنن الله في خلقه، اقرأ وتدبر وتأمل. والمهدي أحبابي في الله لن يأتي ليغير، بل سيصلح به الله ما فسد، وهذا ليس تغييرا. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطال الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. رواه أبو داود والترمذي. تأملوا في هذا الحديث الشريف المبارك أحبابي في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكل كلمة لها معنى أو معاني عظيمة، يعني أن ظهور وخروج الإمام المهدي شيئا عظيما جدا لا بد منه اكتمال الدنيا ولتكتمل في وجودها وتكتمل حقيقتها، وكأنه سبحان الله ركن من أركانها لا بد منه، ولو بقي يوم منها لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج الإمام. وهذا يعني أن ظهور الإمام المهدي هو حتمي أحبابي في الله، ولن تنتهي هذه الدنيا حتى يبعث هذا الرجل. فهل رأيتم قصة بلا نهاية؟ هل رأيتم مثلا فيلما بلا نهاية؟ سبحان الله، هذا فقط مثال ليفهمه الناس. فلا بد لقصة الحياة من النهاية. ومن المعنى لهذه النهاية؟ والمعنى آخر الزمان هو الإمام المهدي نفسه. وعندما نقول
أن المهدي لن يغير شيئا، فهذا يعني أنه فقط سيعيد ترتيب الأمور وسيعيد للدنيا العدل الذي فقد فيها، فيملأها عدلا بعد أن ملئت بالتغيير بالظلم والجور، ويعيد لها النور الذي ملئت بدونه ظلاما وخداعا وتزييفا للحقائق. سبحان الله. وهذا معنى الحديث النبوي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سنوات خداعات، يعني يمر الناس من سنوات خداعات، وستظهر مع ظهوره حقائق مخفية، وبعد الظهور لن يبقى هناك سر ولا كتم ولا إخفاء، بل التمكين وسطوة التمكين وسلطان التمكين. وهذا ما قصد به ابن عربي: يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يقصد ابن عربي أحبابي في الله أن الناس في زمن المهدي سيتخذون القرآن مهجورا، ولا يحكمون كتاب الله في أمورهم، وقد اتبعوا الماديات والأمور السطحية والشكليات، وكل شيء تافه أصبحوا يقدسون التفاهة، صاروا مثل الصم والبكم، فصار لزم لهم من رجل صار مثل الإمام المهدي ليقودهم إلى جادة الصواب بلسانه وعصاه، أي سلطانه، إن لزم الأمر، فهو أمر الله نعمة ورحمة للناس عامة. وقول ابن عربي: عين الإمام المؤمنين، فقيدوا، فهو يصف هنا أحوال الإمام المهدي قبل ليلة الإصلاح، فهو فقيد، أي لا هو حاضر ولا هو غائب، تظهر له كثير من الأشياء ويتطلع لها، ولكنه عاجز عن الوصول إليها، لا هو حي ولا هو ميت. وقول ابن عربي عن الإمام: إن خاتم الأولياء شهيد، فوصفه بالشهيد، فيه إشارة قبل ليلة إصلاحه، أي في تلك المرحلة لا زال لم يقترن بالروح، فهو مثل الميت ولكن حي في نفس الوقت بجسمه، ولكن سبحان الله شهيد مثل الشهداء، فهم أموات وأحياء عند ربهم يرزقون. وهذا حال الإمام المهدي قبل ليلة الإصلاح، حيث سيكون لا زال في شدة. ونتوقف هنا أحبابي في الله جزء الأول، إلى اللقاء في الجزء الثاني بحول الله. شكرا على